السلام عليكم اخواتي، اشخباركم؟ كنتمنى الفيديو اليوم يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله. عواشركم مبروكه، الله يدخل علينا وعلى الامه الاسلاميه هذا الشهر الكريم بالصحه والعافيه يا ربي. اليوم رجعت لكم فيديو جديد، غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير شباكيه اللي كيف ما تعودنا نشوفوا الامهات ديالنا ديما كيحضروها في الشهر الكريم، واللي ما كتخطاش الطاوله المغربيه. فيديو للأخوات المبتدئين، شاركت معكم طريقة مبسطة وسهلة وسريعة اللي غتحضروا بها آلة شباكية كتجي معلكة وكتجي هشيشة ديال تحميرة الوجه. خليكم معايا حتى لآخر الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمكونات. في المكونات غادي نحتاج كاس ديال السلجلان اللي خضر، طحنته مزيان حتى كيتعجن، وزن 150 غرام. وعندي كذلك اللوز حتى هو كاس، وزن 150 غرام، غير مسحته شي شويه وطحنته حتى هو خضر وحتى كيتعجن. عندي نصف كاس ديال ماء الزهر وزن 80 ملي، وكاس قل ربع ديال زيت نباتي وزن 125 ملي، نصف كاس من الماء العادي رطبت فيه شويش ديال الزعفران شعره، و50 ملي من الخل الابيض، ملعقة كبيرة ديال النافع، وملعقة كبيرة ديال حبة حلاوة، وملعقة كبيرة ديال القرفة مطحونة، رأس ملعقة ديال جوز الطيب أو الجوزة، رأس ملعقة ديال الخميرة الحلويات اختيارية ماشي ضروري، ورأس ملعقة ديال الهيل، وبيضة واحدة تكون صغيرة، 250 غرام ديال الزبدة مذابة حتى كتولي نوازيط، وكيلو ديال الدقيق. هنايا كنبدا نخلط المكونات شويه بشويه في القصعه ولا في العجانه اللي بغيتو. بالنسبه للتخلاط المفروض انا كنضيف الدقيق هو الاول، وكنضيف عليه كل شيء المكونات لان عندي مضبوطه، فما كنضطر لا نزيد ولا نقص، لكن بسطتها شي شويه للاخوات المبتدئين يعني باش ما يجيكمش الجميع ديال العجينه صعيب شويش. عملت لكم هاد الطريقه هذه، دمجوا المكونات كلها مع بعضها، دخلوها في بعضها، وعاد ضيفوا الدقيق شويه بشويه. ملاحظه هنايا ضفت شويه ديال الملحه، نسيت ما حطيتهاش مع المكونات في الاول، ضروري تضيف واحد القبيصه صغيره صافي. وكتخلطوا بهذه الطريقه وتضغطوا هكا على الخليط باش يتفتحوا داك الكويرات ديال اللوز والزلجلان ما يبقاوش مكورين صافي. وضيفوا الدقيق شويه بشويه وخلطوا شويه بشويه وخلطوا. العجين ديال الشباكيه ما كيحتاجش يدليك بزاف، غير خلطوا هكا غير بالاصابع حتى تجمع لكم العجينه. انا تعمدت باش نخلي لكم الفيديو كامل، يعني سرعته واحد شويه باش ما يجيكمش طويل، باش تشوفوا المراحل كامله حتى الاخر. صافي هنايا ضيفت الدقيق كله وغادي نخلط هكا العجينه مع بعضها. حاولوا بحال تحكوا هكا العجينه مع بعضها باش يتفتحوا ديك الكويرات صغيورين وتندمج كلشي المكونات مع بعضها. صافي هنا غنجمع الخليط بنصف كاس اللي عملت فيه الزعفران شعره. الا ما كيتوفرش عندكم زعفران شعره تقدروا ديروا غير الزعفران ملون، حتى هو كيعطي اللون مزيون للشباكيه. صافي وغادي نجمع العجينه دابا. صافي من بعد ما جمعتها غادي نغطيها بالبلاستيك الغذائي ونخليها حتى ترتاح واحد 10 دقائق ونرجع لها. من بعد ما ارتاحت العجينه دابا غادي نقسمها على 3. كنديو نجيب شويش العجين فوق سطح العمل باش يزيد يترخى ويسهل لنا يسهل علينا في الخدمه ديالو. هنايا قطعت العجين قطع صغيره، القياس يعني اللي غادي نتحكم فيه كما كتشوفوا في الفيديو.
هذا الحجم هذا مناسب. صافي غادي نطلقو شويش بالمطلق ولا بالدلاك، وغادي نديرو في البلاستيك يرتاح. طريقه واضحه جدا في الفيديو. صافي كنطوي العجينه هكا على 2 ولا 3. كنطلق العجين على شكل طولي باش ما نضطرش كل مره نقطع ونعاود نقطع ونعاود. هذيك الطريقه كتجي صعيبه وفي نفس الوقت العجين كيقصح كيخسر. من الاول طلقوه بهذه الطريقه هذه على شكل طولي باش تسهل عليكم الخدمه. كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجين كامل اللي عندي، وغادي نخليه يرتاح مره اخرى واحد 5 دقائق وصافي، على بال ما نحضر الماكينه باش غادي نطلق، ومن بعد غادي نرجع ليه. من بعد ما ارتاحت العجينه خديت واحد القطعه. دائما طلقوا العجين على الشكل اللي غادي تخدموا به باش ما تقطعوش وتعاودوا تقطعوا يعني سهلوا عليكم الخدمه. كيف ما كتشوفوا هنايا بالنسبه للماكينه عملت فيها 6، ندوز فيها العجينه ومن بعد غادي ندير على 4 عفوا، ونعاودها مره اخرى حيت بغيت نتحصل على عجينه رقيقه. الشباكيه ملي كتجي رقيقه كتجي احسن من الغليظه باش تجينا مقرمشه ومعلكه في نفس الوقت. بالنسبه اللي ما عندوش الماكينه يقدر يخدم غير بالدلاك، العجينه سهله دغيا كتطلق. صافي هنا كيف شفتوا راني كنقطع، كنعمل 5 ديال الشريطات والسادسه كنقطعها، كندير 5 والسادسه كنقطعها. والتشباك راه سهل جدا. انا هنا كنشد وحده ونرخي وحده، نشد وحده ونرخي وحده صافي، وكنجمع على هاد الودينات وندخلهم لداخل ونجمع على الجناب. كاين طريقه اخرى اللي هي اسهل غادي نشاركها معكم. هنا عاودت العجين وغادي نقطعو، كندير 5 شريطات والسادسه كنقطع. الا عندكم داك الطابع اللي كيقطع مباشره 4 ديال الشراطي ولا 5 من الاحسن. المربع ديال العجين عندي فيه 6 ديال الشرائط، غادي نطوي كل 2 شرائط على بعضهم كما هو واضح في الفيديو. من بعد كنجمع لي هاد الودينات مع بعضهم، كنضغطوا عليهم باش ما يتفتحوش صافي، وكنجمع الشكل ديالي بحال هكا كيجي زوين. غنعاود واحده اخرى، كنحط 2 شرائط على بعضهم، طريقه واضحه جدا في الفيديو. وكنجمع ليها هاد الودينات مع بعضهم، كنضغط عليهم وندخلهم في الوسط صافي، وكنجمع على الجوانب. هانتوما الشكل سهل جدا وكيجي المنظر ديالها زوين، بطريقه واضحه. هانتوما صافي بهذه الطريقه وكنجمعوها. الا جاوكم الجوانب طوال شويش تقدروا تنقصوا منهم، غير تنتفوهم هكا شويه وتعاودوا تجمعوا. غنعاود واحده اخرى باش تكون الطريقه واضحه اكثر. بالنسبه للحجم ديال الشباكيه يعني حسب اختياركم، بغيتوا ديروها كبيره شويش كتقطعوا المربعات كبار، ولا بغيتوا ديروها صغيره كتديروا مربعات صغار حسب اختياركم. صافي كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. ملي غادي نكمل التشباك ديال العجين كامل غادي نحطهم في الصينيه ديال الفرن وغادي نخليهم يباتوا ليله كامله. من الافضل تخليهم ليله كامله، لان كل ما العجين شد راسو غادي تكون النتيجه مزيانه، ما كيتهرسوش ملي كنكونوا نقليوهم وكيجي المنظر ديالهم زوين. نتوما الا مزروبين عليهم على الاقل خليوهم واحد 2 ولا 3 ضروري العجينه كتشد راسها مزيان، وعاد قليوهم. هنا حطيت 2 مقلات فوق النار، ما تكونش مجهده، تكون مهيله.
انا كنفضل ندير 2 مقلات باش دغيا كنزرب راسي. الا كانت الاخت يدها ثقيله فمن الافضل دير غير وحده باش ما تغلبهاش الشباكيه وتحرق لها. شوفوا هنايا الشباكيه ملي باتت كيفاش العجينه كتولي واقفه ما كتفتتش، حتى في المقله هكذا كيبقى الشكل ديالها. صافي هنايا سخنت الزيت على نار متوسطه، ما تكونش الزيت سخونه بزاف باش ما تحرقش لينا الشباكيه قبل ما طيب. صافي كنبقى نستف هكا الشباكيه في المقله، غير عمروا المقله، هي ملي كطيب كتجمع شي شويه. مباشره غادي نحط في المقلاه اخرى. هنا كنكون محضره يعني اللوازم اللي غادي نحتاج، بحال الصفاي اللي غادي نحط فيه الشباكيه معسله، ومحضره كذلك العسل. بالنسبه للعسل في كيلو ديال الدقيق غادي تحتاجوا 3 كيلو ديال العسل، يا اما كتحضروها في البيت والا كتشريوها جاهزه. طريقه التحضير ديالو راه سهله وسبق لي شاركتها معكم في الفيديوهات السابقه. صافي كنبقى نقلب هكا الشباكيه، ما تغفلوش عليها، غير تشوفوا اللون ديالها بدا كيتغير. صافي كنقلبوها على الجهه الاخرى وكنستمروا هكاك حتى تطيب مزيان. هنا اللون ديال الشباكيه بدا كيتغير، هذا هو اللوين اللي خصنا نتحصلوا عليه. غنشوفوها ولات بنيه، صافي غادي نحيدوها، ما تخليوهاش تتحرق. صافي مباشره كنطفيوها في العسل، وغادي نبدا نحط باقي ديال الشباكيه. كما قلت لكم خاص يدكم تكون خفيفه، لان 2 مقلات الا ما رديتيش البال غادي تحرق لك الشباكيه. صافي كنستمر على هاد الطريقه، غادي نحيد الاخرى حتى هي تحمرات، نوضعها في العسل. هاد الطريقه ساهله دغيا كتزرب راسك، ما كتاخدش وقت كتير وما كتبقاش واقفه في الكوزينه بزاف. صافي هنايا غادي نغطس داك الشباكيه في العسل غير واحد شويش. كاين الناس اللي كتخليها تشرب مزيان العسل، انا بصراحه ما كنبغيهاش تكون حلوه بزاف، لهذا غير واحد شويش غير على بال ما طيب الاخرى. صافي كنحيدها ونحطها في الصفايه كيف ما كتشوفوا. هذه هي الطريقه سهله جدا، غنستمر هكا حتى نسالي الشباكيه ديالي كامله. هانتوما هذا هو الشكل النهائي ديال الشباكيه اللي حضرت اليوم معكم. كيجي منظرها غزال كيشهي، كيف ما شفتوا شباكيه مقومه بالقوام زوين وكتجي بنينه بزاف، وكتصبر لكم حتى رمضان كامل. ما تخافوش تنشف لكم من العسل اولا تقصح، ولا كتجي غزاله وكتبقى غزاله. هنا غادي نوريكم وحده كيفاش كتجي من الداخل. شوفوا تبارك الله كيفاش بعدا رقيقه، كتجي مجعبه من الداخل بديك الخميره اللي عملنا فيها. شوفوا كيفاش فتيه، كتجي هشيشه ومعلكه في نفس الوقت. بلا ما نقول لكم على الريحه، تبارك الله غير من ريحتها تعرف البنه ديالها. كتجي شباكيه لذيذه بالقوام، وداك النكهه ديال الهيل اللي عملنا فيها وديال الكوزه كتجي غزاله غزاله ديال المحترفين. جربيها على ضمانتي، طريقه مضمونه 100%، يعني ناجحه، ما تخافيهاش تهرس لك اولا ما تصدقش لك. كوني اكيده غادي اللي دقها يحمق عليها. وهنايا غادي نقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفات جديده. كنشكركم بزاف على المتابعه، وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا لي شي تعليق زوين، وشكرا بزاف.